فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهو غي واد في جهنم، قال يهوي فيه الإنسان 70 خريفا، مثل ما ذاك صعودا يصعد 70 ثم يزلق إلى آخره. يهوي في وادي غي 70 خريفا على وجهه والعياذ بالله. قال بعض العلم سوف يلقون غيا يعني عذابا شديدا بحسب. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال أحد المفسرين أما إنهم لم يضيعوها يتركوها، لكنها تركوها حتى خرج وقتها. فنحن اسمع المصلين هم الناس أمام الصلاة، أهل الإسلام أمام الصلاة 4 أقسام، جعلني الله وإياكم من القسم الأول. أولهم وهم البررة الأخيار الرواد، من حافظ عليها في وقتها بخشوعها في جماعة إلا من عذر شرعي. فإذا حافظ عليها في الوقت كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة في وقتها. شوف أفضل عمل. وفي رواية الترمذي الصلاة في أول وقتها، فإذا حافظ عليها في وقتها. ثانيا في جماعة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في عند ابن ماجه بسند صحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول عليه الصلاة والسلام يتهدد من ترك صلاة الجماعة بلا عذر. ناظر عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وإذا صفوف من المنافقين ما حضروا، ما كانوا يحضرون في العشاء والفجر، لأنهم يظنون أنه لا يراهم صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الظهر والعصر حضروا. شوف يصلون ويحجون منافقون وخارجون من الملة وفي الدرك الأسفل من النار. فقام صلى الله عليه وسلم غاضبا متغيظا، قال والذي نفسي بيده لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون معنا الصلاة، معي رجال معهم حزم حطب، فأحرك عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. قال أهل العلم فمنعه عليه الصلاة والسلام ما في البيوت من النساء والذرية لأن لا يحرك البيوت. ولا يحرك صلى الله عليه وسلم أصل البيوت إلا على ترك واجب. ولذلك رأي أهل الحديث جميعا أن صلاة الجماعة واجبة، وأنها تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فالله يقول ابن مسعود في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل من المرض يهادى به بين الصفين أو بين الرجلين حتى يقام في الصف. فوصيتي أيها الإخوة البررة الكرام الوقت وفي الجماعة. ثم الأمر الثالث ما هو؟ الخشوع، حضور القلب. جعلنا الله وإياكم من الخاشعين. بنى الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم أجرى أنهارها، ثم رفع قصورها، ثم وسع دورها، ثم أجرى ماءها. قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هذا الجنة لمن صلى بخشوع. صلاة الخشوع أن تستحضر قلبك في الصلاة ولا تفكر في غير ما تقرأ، وأن تعلم أن يقول أحد العلماء موقف الناس في الدنيا في صلاتهم يقفون أمام الله مثل موقفهم في الدنيا في الصلاة. فإذا وقفوا بخشوع وخضوع وقفوا ناجين مسلمين أمام الله يوم القيامة. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الخشوع. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا قام خشع ونسي كل ما عدا الصلاة، وهو سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الصلاة. حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار عند النسائي ينصرف أحدكم من الصلاة ولا يكتب له كما قال صلى الله عليه وسلم إلا ثلثاها إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال عشرها. فبحسب حضورك وبحسب مشاهدتك وبحسب قيام قلبك وحضور روحك في الصلاة وأن تدبر ما تقرأ وما تقول يكتب لك بحسب ما حضر. يقول ابن القيم رب رجلين في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. شوف في صلاة المغرب خلف إمام واحد وفي صف واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أما أحدهما فقد سافرت روحه إلى الملأ الأعلى وارتحلت إلى جهة العرش إلى آيات الله البينات، وقد باع الدنيا وما فيها، فإنه يوم قال الله أكبر فمعناه الله أكبر من كل الدنيا من قصورها ودورها وذهبها ومناصبها وشهرتها، فالله أكبر من الجميع وما عند الله خير وأبقى. فأسلم نفسه
فنفسه راحت، كما قال أحد الشعراء: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى.